تطبيق قسط، تطبيق محمله 10,000 مستخدم، تطبيق لتقسيط المنتجات. أغلب الناس اللي حملت التطبيق وعرفت تسجل حساب بتقول إن الفوائد بتاع التطبيق عالية جدا، عشان الهامش الربح بيبقى كبير، عشان في ناس كتيرة جدا بتخش وما بتدفع قسط واحد أو قسطين وما بتدفعش الباقي، فهو بيعوض ده من ده. تاني حاجة بقى، واكتر حاجة لقيتها في كومنتات موجودة للعملاء كتير، ان هم مش لاقيين مستخدم جديد، تسجيل حساب جديد عشان اعمل حساب على التطبيق، عشان اقدر اخش واعمل اسمي ورقم تليفوني وكل بياناتي عشان اقدر اقسط حاجة. فالموضوع مش موجود. انا عارف ان في ناس بتبقى محتاجة مثلا تليفون او موبايل، سوري يعني، او تلاجة او تكييف او غسالة، محتاجها ضروري ومستعدة تدفع ضعف تمنها، بس تجيبها النهاردة او تجيبها بكرة وهي معاش فلوس دلوقتي. انا عارف والله ومقدر، بس للاسف الفايدة عالية جدا، وللاسف بعد ما الواحد بيشتري بيندم انه اشترى، لما بيقعد يدفع مدة طويلة في اقساط كانت ممكن تجيب له حاجتين وتلاتة. لما كنتش عارف التطبيق وعرفته من خلالي، ما تحملش التطبيق لحد ما تقرا في الكومنتات ان التسجيل في التطبيق اصبح متاح. شير ولايك وسبسكرايب، اشترك في القناة واستناني في كل جديد.